السلام عليكم حبايب طماطم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده هنعمل مع بعض طريقة عمل كحك العيد الجميل جدا جدا ده. دايب جدا وجميل والطعم تحفة مظبوط ومقادير مظبوطة جدا والطريقة هايلة. يلا بينا نشوف هنعمل كحك العيد مع بعض ازاي بطريقة جميلة وسهلة، وهتكوني استاذة لو انتي لسه اول مرة تعملي كحك العيد. امشي مع المقادير مظبوط وهتنفع وترضي كل الاذواق. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. اول حاجة معايا هي العجوة. معايا كيلو من العجوة، نص كوباية من السمسم ونص كوباية من السمنة، وهعملهم على البارد واقلبهم كويس مع بعض واعجنهم مع بعض واخليهم عجينة واحدة. يفضل اننا نخلطهم كلهم على البارد علشان لو على النار هيكونوا قاسيين وناشفين جوه العجينة، وهتطلع النتيجة مش مظبوطة بالنسبة لحشوة العجوة. لازم يكون الحشوة على البارد كده، بنقلبهم مع بعض ونعجنهم مع بعض كويس وخلاص. يعني خطوات بسيطة كده وتكون جهزت معانا الحشوة. وابتدي اكورها بالطريقة دي علشان تكون جاهزة معايا على الحشوة على طول. نيجي بقى على المقادير. المقادير هنا عندي 7 كيلو من الدقيق المنخول، طبعا الدقيق العادي دقيق المخبوزات، وعليهم 3.5 من السمنة، ويفضل تكون سمنة بلدي علشان بتكون زهرة جدا وباينة في ريحة الكحك، واي نوع سمنة براحتكم، المهم معانا المقدار. نبتدي نضيف المكونات مع بعض. معايا لكل كيلو دقيق معلقتين من السمسم المحمص في البيت يفضل، ومعلقة من الملح، ولكل كيلو معلقتين من ريحة الكحك وبتيجي من عند العطار عادي، ولكل كيلو معلقتين من السكر، و7 بيكنج باودر، يعني لكل كيلو باكو بيكنج باودر. هبتدي اقلب المكونات دي مع بعض. بقلبهم كده كويس مع بعض. تمام جدا. دلوقتي هنضيف السمنة. احنا قلنا ال7 كيلو مقدارهم للسمنة 3.5 من السمنة، مقدار الكيلو نص كيلو من السمنة، وهسيب لكم مقدار الكيلو في صندوق الوصف علشان تضعفوا الكمية براحتكم حسب الكمية واحتياجاتكم. هنا الخطوة دي مهمة جدا لنجاح الكحك، وهي بس العجين، يعني نبس الدقيق مع السمنة وندخلهم في بعض، يعني اشبع الدقيق كويس جدا بالسمنة. شايفين الطريقة؟ هي بين كفين الايد، وببس كده العجين بين كفين الايد.
شايفين طريقة البث؟ نبث كمية العجين الموجودة كلها مع بعضها الأول قبل ما نعجن. تسلم ايدك يا ست الكل. معايا هنا طبعا قلنا مكعب كبير من الخميرة ومتدوبة مع معلقتين من السكر في نص كوباية من المية الدافية. وبنقلب الخميرة كويس في قلب العجين، وطبعا اضافة اللبن على حسب كمية العجين. واول ما العجينة تبتدي تلم معايا خلاص كده مظبوط. وممكن كمان العجن بمية دافية عادي جدا. شايفين هنا العجينة اتكورت، دي كده تجربة وخلاص ما شققتش كده، العجينة مظبوطة وهايلة جدا معانا ما شاء الله. العجينة كده تمام جدا، والخطوات والطريقة دي مظبوطة جدا جدا في الكحكاية. هنبتدي ننقش الكحك مع بعض، وهنا الحشوة بتاعة العجوة اللي عملناها مع بعض، ولو حابين اي حشوة تاني اختياري براحتكم خالص. حابين بقى بالمنقاش ببصمة الكحك، اي طريقة انتوا تفضلوها. ولازم نغطي العجين كده بالطريقة دي علشان ما ينشفش معانا. وطبعا هنخلص كمية الكحك اللي موجودة، كمية العجين هننقشها ونحشيها، وطبعا هتبتدي نتريح بس يعني ربع ساعة، وبعد كده تدخل الفرن على طول على فرن ساخن مسبقا، درجة الحرارة 180 في الرف الوسطاني. ولو محتاج للشواية دقيقتين كده على السريع، لان هي طبعا العجينة مليانة بالسمنة ما بتحتاجش نار كتير، وكل واحد على حسب درجة حرارة الفرن. المهم ان احنا نراقب مع بعض العجينة كويس جوه الفرن، ونراقب اللون كمان، ولو اخدت تحميرة خفيفة كده. وطبعا درجة اللون دي اختياري بالنسبة لكم، في ناس تحبها اغمق من كده وفي ناس تحبها افتح من كده. شايفين بقى الكحكاية دايبة دوب جميلة جدا جدا. يا رب كل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش بقى تقولولي رأيكم في التعليقات على الفيديو الجميل ده. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب لو سمحتوا. احلى واطعم واسرع طريقة لكحك العيد ما شاء الله. شكرا لكم جدا، والسلام عليكم.